تقرر إسناد مهمة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك إلى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وذلك بعد وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة السابق والذي توفى صباح اليوم الخميس، حيث يتولى هشام إبراهيم منصب رئيس نادي اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك. بالتابعة يصبح رئيسا لحين قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيين رئيس آخر للنادي. وكان المستشار أحمد البكري قد تولى صباح اليوم الخبر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كما نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومجالس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي الأهلي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك الذي وفاته المنية اليوم. كما كتب النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي بيانا قدموا فيه التعازي داعين المولى عز وجل لأن يتفقد الفقيد بواسع رحماته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصابر والسلوان. تقرر إسناد مهمة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك إلى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وذلك بعد وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة السابق والذي توفى صباح اليوم الخميس، حيث يتولى هشام إبراهيم منصب رئيس نادي اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك. بالتابعة يصبح رئيسا لحين قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيين رئيس آخر للنادي. وكان المستشار أحمد البكري قد تولى صباح اليوم الخبر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كما نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة